ماشي بعربيته عكس الاتجاه وشايف العربيات كلها ماشية جنبه في اتجاه معاكس، ولما سمع صوت الجهاز اللاسلكي بيقول فيه أحد رجال المرور هنا سيارة تسير عكس الاتجاه، قعد يحرك راسه ومتضايق قوي وبيقول يا ريتها عربية واحدة، ده كل العربيات ماشية عكس الاتجاه. واحد بيشتكي من زوجته إن سمعها ضعيف، فاقترحوا عليه إن هو يكلمها من بعيد الأول وبعدين يقرب شوية شوية علشان يعرف مقدار الضعف في سماعها واصل لفين. في البداية كلمها يسألها عن العشاء من بعيد، ما لقاش إجابة، فقرب شوية وكلمها نفس الشيء، وأخيرا راح ووقف جنبها وكلمها وسألها عن وجبة العشاء، فقالت له رديت عليك 5 مرات وقلت لك دجاج بالفرن. لما بنتكلم مع حد في التليفون والصوت بيقطع تلقائيا كده بنقول له ده أكيد المشكلة من عندك، أنا عندي كويس. والأمثلة كتير قوي. لما نكون بنتكلم مع حد وبنشرح له شيء مضايقنا بنرتاح جدا لما بيتعاطف معانا وبيلوم غيرنا، ولكن لما بيبدأ يحاول يمرر لنا رسالة مبطنة إننا ممكن يبقى عندنا تقصير في جزئية معينة بنحس بالخذلان، أو إن أساسا الشخص ده ما كانش المناسب لأخذ الرأي. محتاجين نبدأ بنفسنا الأول ونركز معاها إنه مش يمكن المشكلة مش في اللي قدامنا، محتاجين نتقبل إنه لو في حد عزيز علينا وفعلا عايز لنا الخير وبيحاول يلفت نظرنا لبعض القصور في أدائنا أو في تصرفاتنا، يبقى عندنا الشجاعة الكافية والقوة لتقبل كلامه ونعتبر إن النقد ده طريق للفهم والإصلاح والتدارك. الكلام اللي قلناه النهاردة من كتاب اسمه أنا وأخواتها، وبس كده. أعيننا الله وإياكم.